يسعد لي صباحك. شو عم تشرب قهوة؟ نوعا ما. خلص أنا طالع ياخذ المفتاح. مع فرسان الإرادة بيطيب الطيف وبيحلى الكيف. ويا جار مرقني عالشغل مأثر صدقني، ريحة قهوتكن شدتني، هاتلك فنجان يفيقني. فنجان قهوة، فقرات عديدة ومفاجآت فريدة. مع سمية وهبة يحلى فنجان قهوتنا. يحلى فنجان قهوتنا. أحلى أعداد شوفوا بسماتي، يسعد صباح وغلا رح يبقى يدلع. فنجان قهوة، برنامج اجتماعي منوع، إعداد وتقديم هبة أبو فول وسمية خطاب. برنامج فنجان قهوة يأتيكم هذا البرنامج يوم الخميس في تمام الساعة 10:30 صباحا. شبك وطالع عالشوارع والبيوت، ناسها تشوفها تحبها في قلبك تفوت. شبك وطالع عالشوارع والبيوت، ناسها تشوفها تحبها في قلبك تفوت. زي التاريخ جاية بتشهد عالحارات، جدرانها شايلة حكاوي من الزمن اللي فات. صوت دندنات. يسعد صباحكم ويسعد أوقاتكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا بتسمعونا، ولكل من ثبت المؤشر على 100.1 FM إذاعة فرسان الإرادة. السهرانين أمرا وغلابة، وبت مضلل عالغريب زي السحابة. القهوة عشرة وجيرة ومشاريب عالحساب، أو فضفضة من القلب بين اتنين صحاب. القهوة خلقت تحكي في 100 مليون حوار. 100 مليون حوار، صوت ضحكها يكسر مرار الانتظار. للقهوة مش يأس وطموح فاتوا الزمن، ولا هي وقت بينقضي من غير تمن. عالقهوة ناس قاعدة تدور. صباحكم مستمعين الكرام، غير مع أثير إذاعة فرسان الإرادة 100.1 FM. صباح الخير هبة، صباح الخير لك يا هاني، وأكيد صباحنا يعني بيكون غير مع فنجان قهوة. بقلبي كذاب مهما تطول فينا الغربة يرجع يلي سلام. بلدي يا بلدي حبك أبدي، دمي بقلبي كتاب مهما تطول فينا الغربة يرجع يلي سلام. بنرحب فيكم مستمعينا الكرام في برنامجنا وحلقة جديدة من برنامج فنجان قهوة، والذي يأتيكم كل خميس في نهاية الأسبوع. دوما نأتيكم بكل جديد، فقراتنا منوعة ومتميزة جمعناها لكم أنا وسمية. والوحدي هي الأساس، يا عدوي عبي بها الكاس، على راسك ينسكب. نحنا شجر الأصل وثابت، وفروعه بالسما جابت، بس اللي عالقشر ينابت بكرة يقلب حطب، بكرة يقلب حطب. بلدي يا بلدي حبك أبدي، دمي بقلبي كتاب طول فينا الغربة يرجع يلي سلام. نادتني بيارة جدي، وين ولاد اللي كانوا حدي، وين الراعي صوته يودي غني أوف وعداد. نادتني بيارة جدي، وين ولاد اللي كانوا. صباح الخير لكل أجدادنا، صباح الخير لكل الكبار والإنتاج. وصلنا، وأكيد إحنا كلنا شرف نتشرف في وجودهم، فيعني ناخذ منهم. يا وطني حبيبي، وين الوجوه المهيبة، وين
طبعا هبة، يومنا أكيد إن شاء الله مليء بالحب والتفاؤل، وصباح الخير لأهلنا في الضفة الغربية اللي ما زالوا يستبسلوا في كل مكان في كل الأوقات. هم يملؤوننا عفوا بالبشريات السارة التي تنبعث من قلوبهم وأيديهم المتوضئة. أكيد سمية، امبارح يعني أول امبارح أثلجوا صدورنا بصراحة من العمليات من يافا لتل أبيب لمستوطنة بتكفى. يعني كتير كانت عمليات مميزة في بالذات بيوم المرأة، وكان أكبر رد لشهدائنا الكرام لما انتقموا شر انتقام من الصهاينة وعلموهم درس لن ينسوه أبدا، كيف يتطاولوا على نسائنا وعلى حرائرنا. أكيد هبة، بما أنه يعني الشعب الفلسطيني هو شعب مستبسل ودائما رائع، يثلج صدورنا بهذه العمليات البطولية التي يقدمها خدمة لأرواح شهدائنا الأبطال. علينا وثرنا فوق طيات وعلينا، كان الزمن متغلب علينا، ثرنا فوق طيات وعلينا. إلهي يبعث أمثالكم يا عدي ويا غسان أبو جمل علينا، ومنكم تقتدي كل العرب. في القدس الغربية نفذنا العملية بالبلطة والسكين، نفذوا الشعبية. نبدأ بأولى فقراتنا أكيد سمية، ونبدأها بفقرة غذائك دوائك اللي بتكون دايما مع الدكتور حازم برغوت ومعك. عن شو رح تحكوا اليوم؟ كما عودنا مستمعينا الكرام نستقبل في أولى فقراتنا لهذا اليوم مع غذائك دوائك، وأكيد حديثنا لهذا اليوم عن المورينجا التي انتشرت في الفترة القريبة لهذه الشجرة ولهذه النبتة. خلينا نتعرف على فوائدها مع الدكتور حازم برغوث مدير مركز تبارك للأعشاب الطبية. يسعد صباحك دكتور حازم. يسعد صباحك دكتور. صباحك سعيد إن شاء الله يا رب. الله يبارك فيك دكتور حازم. يعني انتشرت شائعات ويعني هناك إعلانات في الشوارع عن شجرة المورينجا، لو تعرف المستمع الكريم عن ما هي هذه الشجرة وما هي فوائدها؟ بالنسبة لشجرة المورينجا، هي شجرة قديمة حديثة. يعني شجرة المورينجا منتشرة في العالم كله من قبل تقريبا 4-5 آلاف سنة. موطنها الأصلي طبعا اللي هو جنوب شرق آسيا، كانت تزرع بشكل كبير هناك في الهند والصين. نقلوها الفراعنة بعد فترة من الزمن عندهم، وسميت طبعا بالشجرة المباركة. سميت الشجرة المباركة لأنه كل جزء منها بيستخدم، يعني الأوراق تستخدم والبذور تستخدم، حتى اللحاء تبعها يستخدم والجذور تستخدم. الحلو في الموضوع إنه كل عضو فيها أو كل مكان فيها بيحتوي على شيء معين، يعني كل مكان فيها بيحتوي على فيتامين معين وإنزيم معين واستخدام آخر نهائيا يعني عن الجزء الآخر. نعم. لو بدنا نحكي عن المورينجا أو بسموها الأوليفيرا أو إلها أسماء تانية كتيرة شائعة، بدنا نحكي إنه هاي الشجرة صديقة البيئة. هاي الشجرة مقاومة جدا للأمراض، يعني يمكن أن تزرع في أي مكان أو تستزرع في أي مكان. يعني لا تحتاج إلى جو معين، لا تحتاج إلى تربة معينة أو حتى مياه معينة. كمان حتى في بلاد جنوب أفريقيا تم زراعتها علشان تنقية التربة من البكتيريا الضارة، وكمان تنقية المياه الجوفية مياه الأنهار ومياه الأمطار من الشوائب والبكتيريا. نعم. لأنه حتى البذور تبعتها لما تسقط في هذه المياه هي بتلقط كل البكتيريا وبتقتل هذه البكتيريا، وبالتالي هي بتصفي المياه. علشان هيك احنا بنناشد وزارة الزراعة في قطاع غزة او حتى بالضفة الغربية انه يتم استزراع هذه الشجرة في الاماكن العامة بدل الاشجار اللي هي ممكن تكون غير مفيدة زي الكينيا والكاسيا اللي هي موجودة اصلا في قطاع غزة. يتم استزراع هذه الشجرة لانه هي نقلت اصلا من قبل تقريبا 10 سنوات الى قطاع غزة، ولكن حتى استزراعها ما بيتمش بشكل كبير، على الرغم من انه ممكن تنمو هذه الشجرة في خلال شهر وشهرين. يعني هي بتكبر بشكل كبير. هلقيت بدنا نحكي شوية بس عن الفوائد بشكل مقتضب، لأنه الحكي عن الفوائد يطول بشكل كبير. نعم. عن هذه الشجرة اللي فعلا هي مباركة.
بالنسبة للأوراق، الأوراق بتحتوي على 3 أضعاف فيتامين سي اللي هو اللي موجود في البرتقال أو الحمضيات. يعني تخيلي لك أن تتخيلي أنه 3 أضعاف من اللي موجود في الحمضيات فيتامين سي. تحتوي على 4 أضعاف الكالسيوم اللي موجود في 100 ملي من الحليب. يعني كل 100 ملي من هذه الأوراق المطحونة يحتوي على 4 أضعاف الكالسيوم اللي موجود بالحليب. تحتوي على بروتينات 7 أضعاف اللي موجودة في اللحوم، وبالتالي هي غذاء جيد للناس اللي عندهم أنيميا أو عندهم فقر في الدم أو عندهم مشاكل حتى تغذوية صحية. كمان للناس اللي عندهم كساحة أو عندهم مشاكل بالعظام لوجود الكالسيوم فيها. وكمان للناس اللي بيعانوا من ضعف المناعة فهي جدا غذاء رائع لهم لوجود فيتامين سي. كمان الناس اللي بتعاني من مشكلة في الأعصاب ومشكلة في الأرق كمان هي تحتوي على فيتامين بي 6 وبي 12. هدول الفيتامينات التنين هدول جدا مهمين لتقوية العصب وعلشان يعطونا الإحساس بالراحة ويعطونا الإحساس بالطمأنينة بشكل كبير. في بلاد برا كمان استخدمت شجرة المورينجا لإضافتها لكتير معلبات، يعني تم إضافتها وتصنيعها علشان يضيفوها لمعلبات اللي هي مشروبات الطاقة. هي بتعطي طاقة ولكن سعرات حرارية متدنية. عشان هيك الناس اللي بتعمل رجيم كمان بننصحهم بالاعتماد على المورينجا في إدخالها في وجباتهم الغذائية. هي يمكن إدخالها زي السبانخ، يعني طعمها كمان حتى زي السبانخ، يعني في حموضة وكمان برضو في طعم حلو في نفس الوقت، وبالتالي يمكن إدخالها في الطعام، وكمان يمكن إدخالها كمطيبات في الأكل يعني زي التوابل. كمان بننصح الستات اللي في البيوت كمان علشان تأخير تجاعيد البشرة وشد البشرة لو استخدموا اللي هو مطحون الورق تبع المورينجا، إنه بإضافة القليل من الماء له وجبله وعمله كعجينة ووضعه على البشرة بيأخر عندهم اللي هو التجاعيد وبيعطي نضارة شديدة جدا للبشرة. استخدمت هذه الطريقة برضو في بلاد العالم المتقدم وتم استزراع المورينجا، وبالتالي هم حافظوا على بيئتهم وحافظوا على الصحة وكمان على الغذاء. نعم دكتور حازم، أكيد لنعرف المستمع الكريم أكثر وأكثر عن شجرة المورينجا، شو بسموها هان في غزة أو في الضفة؟ تسمى هنا شجرة المورينجا، برضو إلها أسماء أخرى كثيرة في الكتب زي اللي هو البيض الثعالب، وسموها الأوليفيرا كمان برضو بالكتب. كمان هي هنا بس موجودة كشجرة سميت بالمورينجا. لك أن تتخيلي برضو الإعلانات اللي موجودة بالشوارع شو هي المورينجا، يعني هم اتخذوا من المورينجا كنوع للتسويق لبعض أمور تجارية ستدخل لاحقا على قطاع غزة. يعني الناس بدأت تعرف هلقيت شو هي المورينجا من كتر الإعلانات، بس هي شجرة قديمة. يعني هذه الشغلة اللي احنا بننبه عليها هي شجرة منذ القدم، يعني منذ آلاف السنين، ولكنها بدأت تستزرع وتدخل لقطاع غزة من تقريبا 10 سنوات، متواجدة بشكل قليل جدا في بعض المشاتل في قطاع غزة. نعم، يعني هي المسكة يعني زي ما بسموها ولا بتختلف؟ عفوا، هي شجرة المسكة أو المسكة، الحبات المسكة اللي بنشتريها من عند العطار؟ لا مختلفة تماما. هذه المسكة هذه بيطلع من لحاء شجر، بيطلع من لحاء شجرة معينة. هي على فكرة كمان حتى اللحاء تبعها بيطلع بعض الأصماغ، هذه الأصماغ تدخل في الصناعات الدوائية. يعني ممكن تعمل لنا بتدخل في الصناعات الدوائية للناس اللي عندهم إمساك علشان يعمل تحريك للأمعاء تبعتهم. بس مش هي تماما المسك هذا اللي بيطلع هو المسك. نعم يعني أكيد إن شاء الله المستمع الكريم استفاد من هذه الشجرة ومن هذه النبتة، وإذا توفرت في قطاع غزة يعني ما توفروها يعني وزارة الزراعة كمان عليها عبء كبير، لأنه هي شجرة مفيدة أيضا للبيئة. صحيح. يعني ممكن تنقي التربة، ممكن تنقي المياه اللي صارت عندنا فيها مشكلة كبيرة في قطاع غزة، وناقوس الخطر صار يدق بشكل كبير جدا. بالإضافة إنها كمان برضو شجرة ممكن تساعد الناس الفقراء أو ضعاف الحال اللي ما بيقدروا يشتروا اللحمة كمان. صحيح. إنه هي فيها حديد بشكل يفوق عن اللحوم بأضعاف الأضعاف. صحيح. وبالتالي هي غذاء للفقراء كمان. تمام. يعني إحنا هيك فدنا البيئة وفدنا صحة الإنسان، وكمان هي غذاء برضو كمان مناسب، يعني طعمها جيد. نعم دكتور حازم، خلينا يعني نتواصل في سردنا لهذه الزاوية، لو يعني تعطينا نصائح لهذا اليوم، شو نصيحتك؟ بالنسبة لنصائح اليوم، احنا في عنا اللي هو السبانخ، اللي هو أكلة شعبية صارت موجودة وموجود أصلا، واحنا بنهايات فصل الشتاء يعني الناس لها لقيتها بتاخد السبانخ. علشان نقول لكم انه السبانخ فيه تقريبا من ضعفين الحديد لضعفين ونص الحديد اللي موجود في اللحوم، ولكن علشان تستفيدوا منه يا جماعة لازم تعصروا عليه ليمون قبل تناول السبانخ، لأنه عدم وضع الليمون أو عصير الليمون اللي هو الحامض هذا الفيتامين سي بيؤدي إلى عدم تكسر الحديد اللي بيكون أصلا
مرتبط، هذا الحديد بيسموه اللي هو الكومباوند ايرون، اللي هو حديد مرتبط. الحديد المرتبط غير ممتص، هذا الحديد مرتبط بسلفيت، بشغله بسموها السلفيت او السلفة. هذا لما يكون مرتبط بدون وضع الليمون عليه او بدون وضع الحامض عليه قبل تناوله ما بيتم امتصاصه بالمعدة والامعاء، وبالتالي جسم الانسان مش هيستفيد من الحديد اللي موجود فيه. علشان نكسره لازم نضيف اللي هو الليمون او عصير الليمون عليه، وبالتالي سيكون ممتص اكثر وسيفيد الجسم اكثر بامتصاص هذا الكمية من الحديد. أكيد إن شاء الله تكون هذه النصيحة وصلت إلى أذهان المستمعين واستفادوا منها. يعني عليهم أن يضعوا الليمون قبل تناول السبانخ حتى تستفيدوا أكثر ويمتصها الجسم. كل التحية لك دكتور حازم برغوث، مدير مركز تبارك للأعشاب الطبية، بارك الله فيك. ساق الله أكل العجوب والزعتر والمنكوشي واللبن لما بيروب والعدس عالجاروشة. ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله مثل العجين عالبيضة البلدية من سلة سد الحجة اللي تحت المملية. ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله صوت البابور في ساعات الصبحية وامي بتحضر الفطور وبتخبز على الفرنية. ساق الله ساق الله ساق الله ساق الله. إذن متواصلين معكم مستمعينا الكرام في عرض زوايانا المختلفة، وهذا الصباح في هذا الأيام الجميلة أيام الربيع. أكيد نتمنى لكم مستمعينا الكرام أوقات سعيدة تقضونها معنا عبر أثير إذاعة فرسان الإرادة 100.1 FM، الصوت الإعلامي الأول الناطق باسم الأشخاص من ذوي الإعاقة. وننتقل إلى الزاوية الثانية ومع الزميلة هبة أبو فول وصوت المغردين. سؤالنا التفاعلي لهذا الأسبوع كان عن العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية بين الإخوة والأخوات والمشاكل التي تأزمت وباتت ظاهرة على السطح بينهم. طرحنا هذا السؤال على المستمعين والمتابعين لنا عبر صفحتنا على موقع الفيسبوك صفحة فنجان قهوة، وأتتنا ردود كثيرة. مي الخطيب تقول: بصراحة الموضوع مهم والعلاقة تبقى طيبة بين الإخوة إلى أن يتزوجوا وينجبوا، فتبدأ العلاقة بالتدهور، وذلك لمجموعة من الأسباب. منها من الممكن أن تكون الزوجة تعصي زوجها على أخوه، ومن الممكن بسبب الأبناء، والله ولي التوفيق. رأي الصحفي بسام العطار بيقول: قد ما يكون في توتر بين الإخوة، يبقى الحب والخوف على بعضهم هو سيد الموقف. والصحفي عبد العزيز كريم يقول: عمر الدم ما بيصير مي زي ما بنعرف، لكن الإشكاليات والخلافات واردة وأكثرها بسبب الميراث والزواج. السيد محمود المسلمي يقول: انهيار منظومة القيم من إيثار ووفاء ومشاركة وعطاء ومحبة وانتشار الجهل كلها مسؤولة، والحل برأيي هو إعادة تفعيل قيمنا العربية والإسلامية وإلغاء المساحة الفاصلة بين الجهل والمعرفة والعودة إلى جوهر الدين وهو المحبة.
صديقة البرنامج سلسبيل عصيدة تقول أحيانا تميز الأهل بين الأبناء يلعب دور في خلافتهم. أما أماني الفليت تقول وجود شبكات التواصل الاجتماعي بل الانقطاع الاجتماعي أثرت بشكل كبير على العلاقات وخاصة العلاقات الأسرية، وكان لهذا دور كبير لانحلال معالم الأسرة وتأزم العلاقة بين أفرادها. ليس هذا كل الأسباب ولكن أحد الأسباب المهمة. ثناء مكي هذا الموضوع أسباب متعددة وصعبة، منها أساليب التربية والتفرقة بين الأبناء بالأساس يكون سبب قوي في إضعاف العلاقة بين الإخوة. سبب آخر بسبب قلة التفاهم بين الزوجات واختلاف التربية لأبنائهم وإبعاد أولاد العم عن بعض بسبب الغيرة أو ما شابه. في كمان اختلاف الاتجاهات الأيديولوجية بين أفراد الأسرة الواحدة للأسف ساهم إضعاف العلاقات بين الإخوة. كذلك الخلافات على الميراث والأمور المادية، والحل لجميع هذه الأمور هو تقوى الله في المعاملة والإحسان بين الإخوة والأخوات، والله المستعان. نرجس سالم محسن تقول رأيي أن الاختلاف ناتج عن عدم التفاهم أو عدم التربية الصحيحة والتفريق بين الأبناء، وأهم شيء مشاكل الميراث والأموال وكيد النساء لبعضهم. الأستاذة مروة الحسنات تقول الأخ لا يعوض، أقول لكل شخص مزعل أخوه أو أخته أو ما بتحس بالوجع، أول ما بتحس بالوجع بتقول أخ، فهل بعد الأخ يوجد شيء؟ شو رأيك أنت يا سمية؟ سبحان الله، يعني الأخوة والأخوات يعني هي كنز عظيم في هذه الحياة، إنه الله وهبنا يعني أخوة وأخوات، والمقطوع هو ملوش إخوة. بس يا هبة أنا ما بعرف ليش يعني الناس صارت تقطع بعض. هل هي نتيجة يعني وجود مواقع التواصل الاجتماعي المفروض هي اللي هي تجمعنا ويكون أساس الألفة بيننا، أم يعني انشغال الناس وتحججهم بوظائفهم وأعمالهم؟ هو يا سمية مواقع التواصل الاجتماعي بتاخد الوقت الأكبر، يعني لما في نفس البيت بيكونوا بيحكوا مع بعض على الفيس، فهذا بيقلل الحكي مع بعض. صحيح. هذا ممكن يكون هذا. وكما استمعنا لآراء الجمهور، يعني الأغلب يحكي إنه التفرقة في المعاملة ممكن يربي الحقد والضغينة بين الإخوة. كمان ممكن الميراث، مشاكل الميراث اللي أصبحت كبيرة جدا بين الأسرة وفي العائلات، هذه ممكن بتؤدي لمشاكل كبيرة بين الإخوة. صحيح صحيح. أيضا التربية أو التمييز بين الأخوة زي ما حكوا الإخوة، ومواقع التواصل الاجتماعي زي ما حكوا الإخوة والأخوات. نعم، أنا يعني من رأيي يعني غياب الوازع الديني، يعني حينما يتذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على صلة الرحم وعلى التقارب بينهم وعلى الألفة. يعني حتى يا هبة أول ما أنشأت الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني ما كانوش يعني همهم الكبير هي المؤاخاة والأخوة في الله. فيعني هذا المبدأ السامي الذي يعني رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، يعني بات يعني مفقود في عالمنا الحالي وفي هذا العصر الذي صحيح. دخلت عليه العولمة ويعني كسرت وجوده وكيانه. إذا عادت اللحمة وعادت الأخوة إذن ستكون هناك مجتمعات راقية ومجتمع متقارب صحيح. ومترابط وفيه العديد من الإمكانيات والقدرات التي لربما تفوق المجتمعات الأخرى التي لا تعتنق الإسلام. صحيح سمية. أيضا هناك آراء قالت أن كيد النساء يكون هو العامل الأكبر بين الإخوة، ربما المشاحنات بين السلفات والأقارب يربي الحقد والضغينة بين الإخوة وأولاد العم والأقارب، يعني ويضعف العلاقات، يعني الله المستعان على ذلك. خلينا ننتقل لموضوع جديد سمية، لموضوع آخر، نشوف شو في البيوت المطمئنة.
وشي مرة قلبك حن عغيري 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 عزريني عاقل وعرفتيني عاقل إذا هبة أكيد في زاوية البيوت المطمئنة، وما زلنا نحاول أن نعالج القضايا التي تطرأ داخل البيوت، وكما نعرف أن البيوت أسرار ولكل بيت له همومه اللي بتكفيه. بس يعني حديثنا لهذا اليوم عن الحركة الزائدة عند الأطفال، كيفية العلاج وكيفية التخلص من هذه المشكلة، نناقشها مع الأخصائية الاجتماعية إسراء أبو شمال لنتحدث أكثر وأكثر عن هذه النقطة، وبالتأكيد يعني نتشرف فيها. يسعد صباحك أستاذ إسراء. أهلا، يسعد صباحكم. أهلا فيك. يسعد صباحك إسراء، كيفك؟ أهلا، يسعد صباحك سمية ويسعد صباحك هبة. أهلا وسهلا فيك أستاذة إسراء. أستاذة إسراء، يعني كما تحدثنا أنه يعني مشكلة الأطفال هي الحركة الزائدة، وكل الآباء والأمهات بيعانوا من هذه المشكلة. كيف يمكن للآباء والأمهات أن يتخلصوا من هذه المشكلة؟ طبعا مشكلة فرط الحركة عند الأطفال مشكلة إذا ما انتبهناش عليها مبكرا قد تؤدي إلى مشاكل مستقبلا في مرحلة المراهقة. نعم. فبتمنى أنه احنا كثير نكون مركزين على هاي المشكلة ونحاول حلها. بداية بدي أنه احنا كيف نحدد أنه الطفل هذا عنده فرط في الحركة. نعم. الأعراض الظاهرة لهاي المشكلة انه الطفل بتلاقيه مش مركز معاكي، ما بيطلعش عليكي لما بتتكلمي. فهاي الحالة انه احنا من هاي احد الاشياء اللي بتخلينا ننتبه ان الطفل عنده مشكلة. بس بتمنى في البداية انه في اكتر من طريقة لاثبات الامر، يعني في مقياس الذكاء، انه احنا نعمل له مقياس ذكاء ونعمل له قياس الكهرباء على المخ عشان نتأكد انه هي مشكلة فرط حركة وفوضى اكتر من ان هي مشاكل اخرى لا سمح الله. الموضوع لما يتحدد بالتحديد ايش هو، لو تحددت كمشكلة فرط حركة المفروض ان احنا في علاجات دوائية وفي علاجات نفسية. العلاجات الدوائية طبعا نسيبها لأصحاب الاختصاص، أما بالنسبة للعلاجات الاجتماعية والنفسية بتمنى من الأهل إنه هم أول إشي من أهم الأسباب اللي بتسبب هاي المشكلة عند الطفل إنه ما بيكون في مشاكل أسرية أو بيكون في ضغط نفسي من الأسرة. الطفل لو شاف إنه والدته وأبيه في مشاكل ما بينهم أو في ما بينهم مضاربات أو عناد أو الأشياء هاي بتؤدي إلى هذه المشكلة. نعم. إذا بتحبي نتكلم عن العلاج، نعم تفضلي. ففي كتير وسائل تخلينا نقدر إنه إحنا نعالج الطفل هذا. أهمها إنه إحنا نحفز النشاط عند الطفل. عند الطفل عنده فيه نشاط بس إحنا بدنا نستغله، يعني هو عنده حركة زيادة وعنده نشاط زائد وعنده طاقات بس هو مش عارف كيف يخرج هاي الطاقات. في حاجة أشياء إنه إحنا بدنا نركز على تهدئة هذا الطفل. في بعض الألعاب زي البازلز والحاجات هاي إنه بتساعد الطفل على التركيز. بنتمنى إنه هو ما يكونش في على التلفزيون، ما يتفرجش على الأشياء العنيفة أو الأفلام الرعب، الأشياء اللي بتحفز المشكلة عنده. وإنه إحنا مثلا في حركة ممكن نعملها مع الطفل إنه إحنا نساعده على التركيز عن طريق إنه إحنا نخليه مثلا في عودة أو في خيط قطان او اشي، انه هو يدخل مثلا زي المكرونة اللي لها فتحة واسعة او اشي، نشغله لانه بكون عنده مشكلة في تحديد مشكلة بصرية. نعم. بيبدأ بصره يتشتت، فاحنا ندور على الالعاب البسيطة هاي اللي بتخليه يركز. المشكلة لا تحدد كمشكلة عند هذا الطفل اذا لم تستمر اكثر من عام، يعني اذا مثلا كان معصب او اشي او صار مشكلة معينة وصار عنده فرط في الحركة او صار عنده اي اشي من الاعراض لا تثبت على انها مرض فرط الحركة الا لو استمرت لمدة عام او اكثر كمان. نعم. نعم. احنا بس بدنا نحاول انه احنا نستفيد من نشاطه. مشكلة الطفل اللي عنده حركة زائدة انه الموضوع ماشي معاه اسرع منا. يعني لو كان مثلا ماسك لعبة ولفت انتباهه اشي تاني على التلفزيون او اشي بيسيبه وبيروح عليه، فعنده الموضوع ماشي اسرع منا. فاحنا المفروض انه احنا نخلي
بين الفترة والتانية إن هو يركز في أشياء بسيطة تخليه يعرف إن هو يتحكم بتركيزه. أهم إشي إن هو يحاول إن هو يركز تركيزه على شغلة معينة، ما يكونش تايه ما بين الأمور. وهذه طبعا مسؤولية الأهل إن هم يساعدوه على هذا الموضوع عن طريق الألعاب زي ما حكيت لك، عن طريق الحوار مع الطفل. ما يكونش أهم إشي ما يكونش إنه في القوانين في البيت أو الأوامر الأهل ما تكونش متعارضة، ما يكونش الأب بيرفض إشي والأم بتتقبله والعكس صحيح. نعم. لأنه هذا الإشي ممكن يسبب مشكلة للطفل عن طريق تنفيذه فيما بعد. نعم، يعني الأم والأب لهم الدور الكبير الذي يقع على عاتقهم في حماية أطفالهم الذين يعانون من فرط الحركة. يعني إحنا تحدثنا، أنت قلتي يعني لازم نعمل صورة للطفل قبل أن يعني نعالج، إذا كان نتيجة زيادة الكهرباء أو نتيجة أعراض يعني مرضية معينة. طيب لو كانت هاي مشكلة زيادة كهرباء، شو يعمل الأهل؟ في هاي الحالة حيكون في علاجات دوائية للطفل، ومن ثم هتبدأ علاجات نفسية معه. يعني الطبيب، إذا طبيب المخ والأعصاب إذا حدد إنه هو عنده مشكلة في كهربة الجسد، في كهربة المخ عفوا، في علاجات دوائية للتهدئة قليلا، او العلاجات في الاغلب بتكون انه هي علاجات تحفيز ونشاط، بس بتحفزش او بتنشطش الجسم عموما، لا بتنشط الجزء في المخ اللي مسؤول عن الهدوء. وطبعا هذه مسؤول عنها اكثر الاطباء البيولوجيين، يعني اكثر من الاطباء النفسيين، بس بيكونوا انه عندهم علاجات معينة في طرق معينة بتعالج الموضوع هذا فيما بعد. نعم، إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع، وبالتأكيد يعني إذا يعني توفر الاهتمام عند الأطفال سيخرج جيل يعني محتاج يعني لديه القدرة الكافية على الاعتماد على النفس، ويتخلص من قضية الفرط في الحركة بإذن الله عز وجل. طبعا كل التحية لك أستاذة إسراء أبو شمالة، أخصائية اجتماعية، أفدتينا بهذه النصائح القيمة التي قدمتها لنا. كل التحية لك. أولادك علمهم بالعلم بتكبر فيهم، أولادك جيل المستقبل وبلادك تعمر فيهم. أولادك علمهم بالعلم بتكبر فيهم، أولادك جيل المستقبل وبلادك تعمر فيهم. وبالعلم بيوت بتتعمر، بالجهل بيوت بتتدمر. بالعلم بيوت بتتعمر، بالجهل بيوت بتتدمر. ورب ولادك علمهم، خليك القدوة ليهم. وصيهم على سابع جار، شد بإيدك عايدة، وعلمهم لا تتوانى عالصدق وعلى أمانة، وعلمهم على قول الحق ولا يرضوا بالمهانة. بالعلم بيوت بتتعمر، بالجهل بيوت بتتدمر. بالعلم بيوت بتتعمر، بالجهل بيوت بتتدمر. وربي ولادك علمهم، خليك القدوة ليهم. متواصلة معكم في عرض زوايانا المختلفة، ووصلنا إلى الزاوية الأخيرة، عفوا قبل الأخيرة، مع الزميلة هبة أبو فول، وحديثنا عن يعني مواضيع كثيرة وأنشطة كثيرة كده يا هبة صارت في هذا الأسبوع، ومن ضمنها سلسلة القارئ الفلسطيني أكيد. وأيضا يوم المرأة العالمي أو الفلسطيني بشكل عام، خلينا نحددها. أكيد سمية، الأسبوع هذا كان مليء بالفعاليات الكبيرة على المستوى الفلسطيني. كان أبرزها سلسلة القارئ الفلسطيني، هذه الوصية التي أكد عليها الشهيد البطل بهاء عليان. أيضا
كل عام ونسائنا بخير، النساء الفلسطينيات خواتي المرجلة كل عام هم بخير. بنهنيهم بهذا اليوم اللي فات وعدى لكن ما زال أثره لحتى الآن. لكن احنا بدورنا رح نركز في هذه الفقرة وملف اليوم اللي رح نفتحه بالملف المهم اللي كان بيحكي عن سلسلة القارئ الفلسطيني والذي تم تنفيذه يوم الخميس الماضي في 3 من الشهر الحالي في ميناء غزة البحري. لكن الشيء المستغرب في هذه الفعالية كان هو أن هذه الفعالية جمعت الكل الفلسطيني بجميع ألوانه وأطيافه ولأول مرة في مكان واحد، وهن 3 فتيات باختلاف أعمارهن وأعمالهن، ونفذن هذه الفعالية كسابقة كبيرة. ولتسليط الضوء أكبر على هذه الفعالية والقائمين عليها اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي عبر الهاتف الفتاة الرائعة لينا سليم. يسعد صباحك يا لينا. صباحك. كيفك اليوم؟ الحمد لله، انتوا كيفكم؟ كيف الحمد لله. بنرحب فيكي في إذاعة فرسان الإرادة عبر أثيرها المتألق دوما والتي دوما تستضيف كل المبدعين في غزة الصمود. لينا، بطاقة تعريفية عنك وعن زميلاتك اللي قمتم بعمل الفعالية. أنا لينا سليم، عمري 16 سنة، صاحبة الفكرة، ومع زميلاتي مجدين حسنة ومجد بدير. عملنا السلسلة، حبينا ناخذ يعني أخذنا الفكرة من الشهيد بهاء عليان، فحبينا نكمل سلسلة هنا في قطاع غزة. حلو. لينا، طيب احنا كما شفنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي نشرات الأخبار انه كان العدد لا بأس به، يعني العدد ما شاء الله كان كبير. كيف قدرتوا تجمعوا هالعدد الكبير بفعالية مع انه يعني قراءة كتاب، وهذا شيء مستغرب الآن بعد وصول التكنولوجيا الحديثة إلى الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية التي تشغل الشباب والشابات عن القراءة وحمل كتاب. نحن شاهدنا العديد من الشابات والشباب يحملون الكتب. كيف جمعتوهم؟ شو السر؟ بالبداية احنا عملنا الايفنت على الفيسبوك، فانه الكل كان متحمس. يعني تقريبا احنا عملنا الايفنت قبل الفعالية ب10 ايام، بس يعني العدد كان بسرعة يصير يعني يرتفع في عدد الحضور يعني. فانه كمان مواقع التواصل عملت كمان انه خلت للناس تزيد معرفتها، يعني انه في ناس من مواقع التواصل صارت تعمل زي الناس التانيين، انه بتحب القراءة، انه هذا الشخص بقرأ فانا بدي اصير زيه، تاخذ قدوة منهم يعني. يعني طيب، هذه الرسالة أو هذه الفعالية الوصية التي أوصى بها الشهيد بهاء عليان، يعني ما هي الرسالة التي أردتم أنتم هنا من غزة إرسالها للعالم؟ يعني بنوصل للعالم انه احنا في قطاع غزة احنا مش بس للدمار ولا للقصف ولا لتدمير البيوت ولا القتل، احنا بنعمل شغلات كثيرة غير الاشياء اللي الناس ماخذ انطباع عنا فيها. فاحنا حبينا نوصل كمان لانه فكرة الشهيد في الضفة راح تصير في غزة وراح تصير في الداخل وفي الشتات، يعني احنا ما بتفرقنا اي حدود. نعم صحيح، نحن جزء لا يتجزأ من فلسطين الكل الكبير، لا فرق بين الضفة أو غزة. أكيد رسالتكم وصلت يا لينا، ونتمنى توصلي تحياتنا أو سلامنا لزميلاتك مجد ومجدولين اللي قاموا بهذا العمل، وتحياتنا إلهم، وبنتمنى إن شاء الله تقدموا أعمال تانية وفعاليات أكبر من هيك إن شاء الله، وتكون توصل رسالة أكبر وتحمل هم الوطن أكبر. شكرا لك يا لينا، أصغر القائمات على فعالية سلسلة القارئ الفلسطيني، عمرك 16 سنة لحتى الآن، وما شاء الله عليك يعني قدرت تجمعي آلاف من الأشخاص على نفس واحد. كل التحية لك، شكرا لك، يعطيك العافية.
بنت الفجر في نظرتك، أصحاب الأرض نحن العرض. بنت القدس لبينا، بنت القدس لبينا، فوق السماء تحت الأرض، والعدو حاير فينا حاير فينا. بنت الشرف صاحت فينا تنخانة، وين الرجال العالغيرة رضيانا. بنت الشرف صاحت فينا تنخانة، وين الرجال العالغيرة رضيانا. جينا جوا النفق فوق الجبل، ساحل أقصى لاقينا، ساحل أقصى لاقينا. كانوا نعم. إذا كل التحية إلى الأم والأخت والبنت الفلسطينية، ترفع رؤوسنا بكل شيء حتى بالفعاليات التي تقومون بها. هذه الفعالية للأمانة يعني أنا يعني أعجبت بها كثيرا، لأنها يعني جمعت شمل الوطن والضفة الغربية وقطاع غزة، وقالت أننا شعب واحد ودم واحدة وترابنا واحد. فهذه بداية إن شاء الله للتوحد الفلسطيني الذي ننتظره في كل وقت وحين. واكيد هبه معك يعني اكيد سمية، لسه ملفنا ما تسكر لحتى الان مع والد الشهيد المثقف بهاء عليان. كان لنا وقفة لنستمع وإياكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء المسجل مع والد الشهيد بهاء عليان. هو أراد أن يكون اللقاء مباشر للأمانة، لكن لأنه اليوم أيضا في عندهم يا سمية فعالية أيضا سلسلة القارئ في دورة الخليل. نعم. والده أصر إلا أن يشارك فيها أيضا، وكان بتمنى كما أبلغني عبر الهاتف أنه كان بتمنى أنه يحضر لغزة ويشارك بالفعالية التي حدثت يوم الخميس الماضي، ويكون قلبا وقالبا وموجود مع الشباب ويرى بهم بهاء الذي حلق في سماء فلسطين. خلينا نسمع لك تقرير أولا. يا قصة رح نبقى حتى أبوابك ومرابطين، مع كل يوم نجدد عهدك، فينا همة ما بتلين، فينا همة ما بتلين. الأستاذ محمد عليان والد الشهيد البطل بهاء عليان. أهلا وسهلا بك عم أبو بهاء. أهلا بك وبكل المستمعين الكرام في غزة العزة. أهلا فيك، صوتك بشرفنا وبشرف أهل غزة، حياك الله. هلا بك يا غزة. عم أبو بهاء، يوم الخميس الماضي تم عمل سلسلة القارئ الفلسطيني. في تواصلوا معي وعلمت بهذه الفعالية، وكنت جدا سعيد بهذه الفكرة، وكان بهاء موجود بفكره وروحه وثقافته في ميناء غزة. هذه المدينة التي خرجت من بين الركام. غزة فقدت الكثير من الشهداء والكثير من الجرحى، وتحولت في يوم من الأيام إلى ركام، ولكنها في يوم الخميس أوضحت لكل العالم بأن غزة هي تحب الحياة، ولكن هذه الحياة يجب أن تكون بعزة وكرامة. وكانت تقرأ، والقراءة لا تعني فقط مجرد القراءة الأحرف وفتح الكتب، إنما هي ثقافة الحياة. نحن نحب الحياة ولا نريد الموت، هكذا قالت غزة في يوم الخميس الماضي. أكيد غزة دوما تنهض من تحت الركام كالعنقاء، لكن هذه وصية الشهيد البطل بهاء الذي حرص على أن يقيم سلسلة القارئ الفلسطيني حول القدس، وها هم أيضا شباب غزة يسطرونها في ميناء غزة الحر بإذن الله. ما هي الكلمة التي توجهها إلى هؤلاء الشباب؟ يعني أريد أن أقول بأن المشهد الذي شاهدناه في ميناء غزة وكان مشهد مهيب غير مسبوق في التاريخ الفلسطيني،
وأعتقد أن الرسالة الأولى التي وجهها شباب غزة في هذا اليوم هي رسالة الوحدة الوطنية. أنا أعتقد أن الشباب الذين كانوا موجودين هناك في الميناء وكل يحمل كتابا، والبعض كان يقوم برسم لوحات فنية للشهيد بهاء وللشهداء، هم أرادوا أن يقولوا للعالم بأن غزة والضفة الغربية والقدس كل واحد رغم الانقسام الموجود في المستويات السياسية العليا. هذا هو الشارع الفلسطيني، هذا هو الشباب الفلسطيني. الشباب الفلسطيني هو امتداد واحد. وإذا لاحظت هناك أيضا سلاسل قراءة في كل الجامعات الضفة الغربية، وكانت غزة هي أفضل هذه السلاسل لأنها كانت في الهواء الطلق وكانت أمام الميناء البحر بكل ما يحمله البحر من فضاء ومن حب ومن سكينة. أنا أعتقد بأن الرسالة هي ليست لبهاء وليست تخليدا لبهاء فقط، إنما لكل الشهداء الذين سقطوا من أجل هذا الوطن. الكتاب الآن هو دخل في كل بيت فلسطيني، وحتى أنا لاحظت أن هناك أطفال كانوا موجودين في هذه السلسلة، وهذا يعني أننا شعب يريد الحياة أيضا للطفولة التي تعدم في الشوارع بدون أي محاسبة. وللمرأة الفلسطينية وفي هذه اللحظة التي أتكلم بها عبر إذاعتكم هناك حالة إعدام أمام مسجد الأقصى لامرأة تبلغ من العمر 50 عاما فقط لأنها فلسطينية. نحن نريد أن نقول لكل العالم بأننا لسنا نحن القتلة، ولسنا نحن الذين نحمل السكين ونقاتل من أجل القتل. نحن نريد الحياة، والحياة تكون أكثر سعادة وأكثر إضاءة إذا كانت مرفقة بالثقافة والكتاب. جيد، جميل عم أبو بهاء. نحن من هنا من غزة الصمود والتحدي نرسل رسالة إلى العدو الغاصب عبر البحر وعبر ميناء غزة التي بإذن الله سوف تكون ميناء دولية، نرسلها لكل العالم بأن نحن هنا في غزة وفي الضفة الغربية وكل قطعة من أرض فلسطين نحن كلنا جزء لا يتجزأ من هذا الوطن الكبير، ونحن قلبا وقالبا معكم في الضفة وفي القدس. جرحنا واحد كل ما نحمله هو الحب والتسامح لنا جميعا. شكرا لك عم أبو بهاء والد الشهيد بهاء عليان. كل التحية لك وللمسجد الأقصى الذي نتمنى أن نشم رائحته. يا عشاق يا عشاق يا عشاق يا عشاق يا عشاق الأقصى هبوا، يا عشاق الأقصى هبوا هبوا. الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر. يا أقصى رح نبقى حدك عبوابك ومرابطين، مع كل يوم نجدد عهدك. فينا همة ما بتلين، فينا همة ما بتلين. نرد الريح المرة تحدك واتصل فينا حطين. لو حد عليك بيتعدى السيوف العزين القاه، السيوف العزين القاه. يا عشاق روح بهاء الخالدة غرست في روح كل من حضر هذه الفعالية، مقسمين أنهم لم يخلفوا وعده وأن الوطن لن يكون وحيدا بعده، وكأنهم قالوا بصوت واحد: أهلا بهاء، لقد وحدت فكرتك وفكرتك وحدت الوطن. اليوم حلمك يمتد من القدس إلى غزة.
طبعا هبة، هذه الفكرة الرائعة الفلسطينية البحث، يعني هي فكرة شبابية كمان قام بها أحد الشبان الفلسطينيين وهو استشهد وارتقى إلى العلا، بهاء علان. كل التحية، عفوا عليان، كل التحية له ولأهله، لكل الذين وقفوا إلى هذه السلسلة للقارئ الفلسطيني، ونتمنى أن تنتشر هذه الفكرة في كل أرجاء المعمورة بإذن الله عز وجل إن شاء الله. فقرتنا الأخيرة معك سمية في غزة على البال، شو حضرتي لنا اليوم؟ أكيد مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية فقراتنا لهذا اليوم مع الفقرة الأخيرة هي غزة على البال. بما أنه يعني الشعب الفلسطيني هو شعب أصيل، ولا سيما قطاع غزة، ولا سيما أيضا فئة وشريحة الأطفال، هم يعني تترسخ فيهم معنى البراءة والطفولة الجميلة. نشوف يعني شو آرائهم بالنسبة لمصر، ولو فكر الاحتلال الإسرائيلي بقصف مصر، بما أنه يعني المصريين اتهموا قطاع غزة ب يعني بمقتل النائب العام هشام مبارك الذي يعني اتهمت فيه غزة بأنهم يعني قاموا بقتله. خلينا نشوف شو رأي الطفل الفلسطيني بهذا الموضوع، وشو رأيهم لو في حال تم يعني قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمصر. بعض الخلافات اللي صارت بين مصر وقطاع غزة، يا ترى هل تغيرت مكانة مصر في قلوب الأطفال الفلسطينيين؟ عشان هيك رح نعمل هالاختبار مع الأطفال ونحكي لهم أن الاحتلال الإسرائيلي قرر يعمل حرب على مصر خلال أيام. يا ترى كيف رح تكون ردود الأفعال؟ خلونا نشوف. يلي حضنك هو نفسه حضن يلي ليكي فيا أكتر من اللي ليا، يلي مهما بعدت عنك هو دمي، يلي حبك عندي حاجة مش عادية. كيف حالك؟ وتعرف عليك؟ رزان فرحات. تعرف عليك؟ حنين العوضي. منى أبو خضير. في خبر بيحكي أن إسرائيل راح تقصف مصر خلال أيام، بدي أعرف شو رأيكم في هالخبر، إيش رأيك؟ خبر ما بيعجبني. ليش؟ علشان مصر يعني بلاد عربية منا، من دمنا ومن لحمنا، لازم نضحي من أجلها. يلي حبك عندي حاجة مش عادية. بنقف معهم عشان احنا وطن واحد ووطن عربي واحد كلنا مع بعض. لازم احنا برضو ندافع عنهم زي ما هم دافعوا عنا. مش مصر سكرت المعبر؟ هي سكرت المعبر بس بنضلنا احنا وهم الجيران يعني. مش لو احنا دفعنا عنهم زي ما انت بتحكي ممكن تتحول الحرب علينا، ممكن اسرائيل تقصفنا عشان دفعنا عن مصر. بجوز هذا الاشي، بس حتى ولو بدها بنحارب من اجلها لانها بلاد عربية زي بلادنا، احنا بلاد عربية الاجر والثواب عند الله بزيد إلنا. يعني انت لهالدرجة بتحب مصر ليش؟ يلي حضنك هو نفسه حضن يلي ليكي فيا أكتر من اللي ليا. بس أنا مش عارف، أنا بوجهة نظر بقول إنه إحنا نضلنا ساكتين ملناش علاقة في حدا عشان ما تتحولش الحرب علينا، لأنه إحنا بكفي تعبنا حرب أولى وثانية وثالثة، أنا هيك بوجهة نظر. لا بالزيادة شهداء وبالزيادة ندافع عن الوطن، لأنه إحنا وطن عربي واحد ولازم ندافع عن الوطن. يعني لازم نقف مع مصر في الحرب؟ بس نفس الحرب اللي فاتت حيروح على في الشهداء. يزيد شهداء ويزيد، يعني ايش مستفيدين الشهداء؟ كلهم مع الجنة رايحين. رغم ايام احنا صعبة. إذا هذه آراء الطفل الفلسطيني، الطفل الغزاوي، الطفل الذي يعبر عن الحقيقة ويتكلم عن الواقع، لا يحمل في قلبه أي حقد أو أي ضغينة على الشعب المصري. بالعكس، الشعب المصري هم إخواننا وهم رفقاء دربنا وهم بوابتنا الرئيسية إلى العالم. كيف لنا أن ننساهم وأن نتغافل عنهم؟ بالتأكيد إن شاء الله يهديهم ويرجعوا لقلوبهم ويرجعوا لعقلهم، حتى يعني يقفوا إلى جنب قطاع غزة ويفتحوا لنا هالمعبر ويفكوا هالحصار عنا، حتى يعني تنفك الأزمة عنا. غنينا وبعلى السوق بلدي يا بلدي الأحرار، فلسطين نادت للموت، شافوها بطانوا ثوار، أرض الجزائر نادتنا من قبل ذقنا المرار،
بالتأكيد نحن عرب مثلنا مثل أهل مصر، ونحن نعلم جيدا بأن معزتنا كبيرة في قلوب أهل مصر، ونحن معهم قلبا وقالبا، وأكيد هم معنا، لكن هناك شوية مشاكل وإن شاء الله الله بيحلها على خير. طبعا مستمعينا الكرام، بهذه الفقرة وصلنا وإياكم إلى ختام مشوارنا الصباحي لهذا اليوم من فنجان قهوة، أملين من الله عز وجل أن تكون هذه الفقرات قد سعدتم بها واستأنستم بوجودنا معكم حتى نبعث السرور والسعادة في قلوبكم. تمنياتنا لكم بيوم يملأه الحب والتسامح، وأكيد يومكم سعادة نتمناها لكم، وإلى اللقاء. يسعد لي صباحك. شو عم تشرب قهوة؟ نوعا ما. خلص أنا طالع ياخد المفتاح. مع فرسان الإرادة بيطيب الطيف وبيحلى الكيف. ويا جار